لينيم اسياتيك. هاد المره درتهم لكم غير بالدجاج، كيجيو بنانين، واحد المذاق خطير. ضروري ما تجربوه وما تنساوش تسجلوها عندكم لرمضان. في مقله كندير معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الزيت نباتيه، واحد الحبه ديال البصل تكون كبيره مقطعه رقيقه، 3 حتى 4 ديال الحبات ديال الجزر اللي محكوكين. من بعد ما كيدبلوا كنضيف لهم واحد 3 حتى 4 ديال الفصوص ديال الثوم، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار والحار على حسب الذوق ديالكم. من بعد ما كنخلطهم واحد شويه هكا كنضيف لهم واحد شويه ديال الفطر طري او المعلب. الا استعملتوا المعلب حاولوا انكم تقطروه مزيان من الماء ديالو. من بعد ما كيدبل واحد شويه كنضيف شويه ديال السكنجبير، الا عندكم سكنجبير طري استعملوه كيجي بنين. من بعد كنضيف 4 ديال الفصوص، عفوا 4 ديال معالق كبار ديال الصويا صوص الخفيفه، شويه ديال المعدنوس والشعريه الصينيه اللي سبق لي رطبتها في ماء مسخون وقطعتها رقيق كيف ما كتشوفوا. صافي كنضعها فوق البوطه كنخليهم يتشحروا واحد شويه، من بعد كنحيدهم كنخليهم يبردوا. كنجيب واحد الزلافه اللي تكون كبيره كنوضع فيها تقريبا عندي هنا 600 غرام ديال كفته ديال صدر ديال الدجاج، ممكن تعوضوها بالكفته ديال اللحم. ضفت واحد البيضه تكون صغيره، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال البودره ديال البصل والبودره ديال الثوم، رشيشه ديال الفلفل الاسود، وتقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال الصويا صوص. كنخلطهم مزيان. من بعد كنضيف لهم الحشوه ديالي اللي سبق ليا وجدت تكون بارده، كتخلطوها بهذه الطريقه هذه. ودابا غادي نبداو نشكلوا لينيم ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا قطعت ورقه ديال البسطيله كبيره على 4 اللي عطاتنا مثلثات. نص غادي نطيبو في الفران ونص غادي نقليه معاكم. اللي غادي نطيبهم في الفران غادي نلصقهم بياض ديال البيض كيف ما كتلاحظوا معايا. حاولوا انكم الحشوه تجي رقيقه ما تغلضوهاش باش يطيبوا بسرعه. والنص الثاني غادي نلصقو بالدقيق والماء كيف ما شفتوا. حتى هما ما كنديرش الحشوه تكون غليظه، كنحاول نرققهم، كنديرهم طوالين كيف ما لاحظتوا. كنقليهم على المهل حتى كيطيبوا كيصبحوا بهذا اللون هذا، وكنقدمهم بالصحه والراحه. الصراحه جاو بنانين، لا اللي مقليين ولا اللي في الفران.